ايه ده يا دندو يا حبيبتي، انت جايبه لي هريسه وحاطه لي عليها شراب؟ دي شراب. الهديه؟ شراب ايه بس يا ماما؟ ده انت هتنسي البقعة بالهريسة دي بال... بالصابون ده. بالهريسه دي ولا الصابون؟ صابون صابون. صابون بقى هريسة مش ايه هريسه، بس؟ وانا قلت حرام انت عليك، جايبه لي هريسه حاطه لي عليها شراب. احنا هنحط الشراب على الهريسة برضو، حرام. اه، ده يبقى صابون بقى. امال ده ايه؟ انت عملتي صابون في البيت. ايوه، وهتنسي البقع. قطعة صابونة قد كده هتنسيكي البقع وهتنسيكي كل طب حاجة. يلا على الشطاره نشوف. هنقولك اول حاجة، جبت هنا لتر ونص مية. ايوه. حطيت عليهم ليمونية ونعناع. النعناع اللي عندك كله دي فيه ناشف بايظ اي حاجة، حطي نعناع واغلي المية بتاعته. البايظ نعيد بالظبط تدويره. كده، ايوه. ليمون وجبت بايظ، نعناع وجبت بايظ. صابونة جليسرين، حابة تجيبيها هاتيها، مش حابة تجيبيها ما تجيبيهاش عادي. بس انا قلت علشان تدي ايه ريحة ونعومه وملمس كمان للايد، عشان ايدينا بدل ما نجيب كريم يبقى منه بالظبط فيه. كده. اه. وهنا حوالي كوباية بوتاص. اه. ضفت عليهم مية سخنة مغلية من اللي انا نقعتها مع الليمون ولا؟ الليمون والنعناع. عشان اه. كمان هتديكي ريحة، والليمون كمان هيبقى طري على الايد. وبنضف. يا جمال ويا بالظبط. جمال. امال ايه. طبعا جبنا بقى نشوف. البطاطس وضربناهم مع المية المغلية. واهم حاجة اثناء ما انتوا بتستخدموا البطاطس يا جماعة، ابعدوا نفسكم خالص وخدوا بالكم. هنا انا ضفت لون، عايزين تضيفوا لون ضيفوا، مش عايزين تضيفوا براحتكم. بس انا قلت علشان يديني ايه، اللون الاخضر ده. بس في الاخر ما عطاش لون اخضر برضه، عطا هريسة. جبت بقى، حطي بقى ملح ليمون، كربوناتو. انتي بتزودي عشان النظافة. بالظبط. طب ودي ماشي. نص كوباية صابون. صابون سائل اللي هو بتاع المواعين ده. واهم حاجة عايزة اقول لكم، انا كان معايا لتر زيت قديم. زيت سمك بقى، زيت زيت مستعمل. ايوه اي حاجة. ايه ده انتي داخله لي بالعلبة، كنت بفتكرها هريسة بتخدعيني. طيب امال ماشي. ايه. يعني يا جماعة دلوقتي المكونات بتاعتنا كانت عبارة عن نقعنا زي ما قلت لكم، غلينا لتر ونص مية معاها ليمون. نعناع وليمون، تغليه كويس جدا. و... ولتر صابون مستعمل. لا وبطاط. مش لتر صابون، دي كانت نص كوباية صابون. زيت. زيت، انت بتقولي صابون. اه لا، لتر. ولتر صابون مستعمل. زيت وعادي مستعمل مش زيت، انت لخبطتيني زيت. كده. بصوا هنا عايزة اقول لكم ان انا عشان وانا كده قلت ابعدوا عشان النفس. ماشي. ايوه. ودي كوبايتين دقيق ولا كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق عشان تربط معاكي. حابه بقى عايزه اقول لك، لو الصابون فصل منك اثناء ما انت بتستخدمي هتعملي ايه. يعني عايزه اقول لكم النجاح، وعايزه اقول لكم لا قدر الله لو ايه، لو فشل معانا واحنا شغالين. النجاح يا جماعه انك بتضربي البطاطس الاول، بتدوبيه كويس، بعد كده بتنزلي بالزيت، بعد كده بتنزلي بكل المكونات اللي عندك، زي ايه، زي صابون سائل عندك، زي كربونات. كربوناتو، ملح، ليمون. دي حاجات زيادة زيت عشان كمان، بتزود عايزه تضيفي زيت عشان الايد والملمس، ضيفي. آه لقيتي بقى ده النجاح، خلاص بتضربي كل ده مع بعض وبتسيبيه. لا قدر الله بقى لو فشل معاكي، بتجيبي الصابون تاني زي ما هو، بتحطيه على النار وبتفضلي تقلبي فيه كويس. العمليه دي بتخلي البوتاص يرجع يربط تاني مع معاكي. وبتضيفي عليه دقيق. دي. انا هنا عايزه اوريكم، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، الصابون ما شاء الله ناشف ازاي. انا يا دوبك في في نفس نفس اليوم. اليوم. طبعا دلوقتي سايباه بسم الله ما شاء الله جميل. بس حبيت اوريكم، بصوا بقى، بصوا. قصة الشراب بقى دي يا جماعة، انا قلت لكم هقول لكم قصة الشراب. ده كنا ناسيينها، الاولاد كانوا ناسيينها في الهدوم بتاعة الصيف. ولما جينا طلعنا هدوم الصيفي لقينا كانوا الشراب ده. بيلعبوا بيه بقى ايام الصيف وما اه بيتفسحوا بقى كانوا ولما. ونسوه واتنسى، وسبحان الله طلع علشان يتعمل بيه الايه، الفيديو. نجربوا بيه الصابون. فانا قلت لكم يا جماعه، عوامل الفشل لو لا قدر الله فشل منكم، بتحطوه تاني على النار وبتفضلوا بتعيدوا. تقلبوا فيه وبتسيبوه بقى. واهم حاجه تقطعوه قبل ما ينشف معاكم لما تيجوا تحطوه في العلبه. خدوا بالكم ساعه مرحله وانتي بتقلبي في البطاطس، خدي بالك وابعدي عنه. هنا بقى انا بحتفظ بيه كده في العلبه، شيلته في العلبه وسيبته في مكان برضو فيه تهويه جامد. بس ما جاش وبعدوه عن الشمس. الشمس بالظبط كده. ايه رايك فيه يا ماما؟ لا انا خدته جربته ما شاء الله، بننضف الالمونيا في والهدوم نفس وكل. اليوم. في نفس اليوم نشف وقطعناه. انت قطعتيه وجبتوه لي يعني الاول. ايوه اتمنى تجربوه.